السلام عليكم. تيجوا نعمل كيكة سهلة وسريعة، كيكة هشة. نعمل كيكة ميكس بين كيكة الفانيليا وكيكة الشوكولاتة، والنتيجة طعم حلو جدا. شكلها مختلف عن الكيكة العادية، شكلها يفتح النفس. يلا اعملوها بقى وفرحوا بيها ولادكم. كمان هقولكوا على شوية حاجات مهمة جدا عشان تنجح معاكم الكيك. هنحتاج 2.5 كوب دقيق، كوباية زيت، كوباية لبن، اللبن يكون بدرجة حرارة الغرفة، كوباية إلا ربع أو كوباية سكر، و3 بيضات، ومعلقتين كبار كاكاو خام، وكيس بيكنج باودر أو معلقة كبيرة، وفانيليا. اجي بقى كده في الخلاط احط البيض، ومادام قلنا بيض يبقى معاه فانيليا وخل. احط كده شوية فانيليا صغيرين ومعلقة كبيرة خل. كمان كوباية سكر، واضربهم كويس جدا لمدة 5 دقايق عشان اتأكد ان السكر يكون اتضرب كويس، وده بيفرق جدا في هشاشة الكيكة وفي لونها. احط بقى كوباية اللبن وكوباية الزيت واضرب تاني. انا هنا مستخدمة كوباية الا ربع سكر لاني بحب الكيك يبقى سكره خفيف شوية، بس المظبوط كوباية سكر. كمان عايزة كل المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني البيض واللبن اكون مطلعاهم التلاجة قبلها بفترة. اجيب بقى كده الدقيق، احط عليه معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة صغيرة ملح، واقلب كل المكونات دي مع بعضها. انخل بقى الدقيق، الخطوة دي بتفرق جدا في هشاشة الكيكة، كمان عشان نتخلص من اي قطع كبيرة في الدقيق. الفانيليا اللي انا مستخدماها الفانيليا السايلة، ممكن استخدم كمان الفانيليا البودر. الفانيليا السايلة بتبقى مركزة، فلما نيجي نستخدمها نحط كمية بسيطة جدا. كمان الفانيليا السايلة بتدينا ريحة وطعم حلو جدا للكيكة، وسعرها بسيط، يعني العلبة اللي معايا دي ب5 جنيه. نخلت كده الدقيق كله، اجيب بقى كل المكونات السايلة اللي معايا في الخلاط واحطها على الدقيق واقلب، اقلب في اتجاه واحد. ما ينفعش طبعا الكيك نقلب في اتجاه وبعد كده نرجع نقلب في اتجاه تاني، لازم كل التقليب يبقى في اتجاه واحد عشان الكيك مش يهبط معايا والهواء يخرج منها. انزل بقى كده بالمعلقة كل على الجناب عشان اتأكد ان مفيش دقيق لسه مش اتضرب، وكمل ضرب. انا كارلا ودي قناتي كارلا في المطبخ. لو عجبتكم القناة دوسوا اشتراك ولايك. بعد ما ضربت المكونات حسيت ان الخليط تقيل شوية، فزودت له معلقتين لبن، لان الدقيق بيختلف من نوع لنوع. بس كده الخليط اتضرب كويس وبقى متجانس. هقسم بقى الخليط اللي معايا ده نصين. اجيب بقى كاكاو اللي معايا احط عليه معلقتين لبن واقلبهم كده الاول. لو ما فيش لبن ينفع احط ميه.
احط معلقة لبن كمان لحد ما الاقي كاكاو داب. مش عايزة اخففه قوي برضو عشان الكيكة مش تبقى خفيفة قوي. واحطه على نص الخليط اللي احنا قسمناه. واقلبه. بعد ما اقلبه لو حسيت ان هو تقيل شوية اقدر ازود معلقة او معلقتين لبن كمان. لما نيجي نزود اللبن نزود بحرص معلقة معلقة عشان الكيكة مش تبقى خفيفة معايا. بس كده. اجيب بقى الصينية وادهنها زيت. الصينية اللي معايا دي مقاس 26. ممكن كمان استخدم صينية مقاس 24. احط بقى شوية من كيكة الفانيليا وشوية من كيك الشوكولاتة. شوية من كيك الفانيليا شوية من كيك الشوكولاتة. لحد ما اخلص الكمية. اجي بقى كده بطرف السكينة واعمل الشكل ده. احط بقى الكيكة في فرن اكون مسخناه قبلها ب5 دقايق مش اكتر من كده، على الرف اللي في النص على درجة حرارة 180. ما ينفعش افتح الفرن غير لما الكيكة تستوي او على الاقل بعد مرور نص ساعة ولما نشم ريحتها. خدت معايا في الفرن 40 دقيقة. اختبر الكيكة من النص بالسكينة، احطها في نص الصينية. لو السكينة طلعت نظيفة يبقى كده الكيك استوي. مجرد ما الكيك تستوي اطلعها من الفرن، مش هسيبها اكتر من كده عشان مش تنشف. لما اجي اطلع الكيك من الفرن ما اطلعهاش مرة واحدة. بعد ما اطفي الفرن افتح باب الفرن على النص، اسيبها 5 دقايق وبعد كده اطلعها. مش اطلعها مرة واحدة من درجة حرارة الفرن السخنة جدا لدرجة حرارة المطبخ عشان مش تهبط مني. لازم ادرج درجات الحرارة. شايفين بقى شكل الكيكة تايجر ازاي، وطعمها جميل. طعم كيكة الفانيليا وكيك الشوكولاتة. يلا اعملوها بقى مع كوباية شاي في الفطار او في العشاء. اعملوها وقولولي رأيكم. شايفين بقى كيك هش ازاي. يلا بقى اعملوها لولادكم، هيحبوها جدا وهيفرحوا بيها. ما تنسوش بقى وانتوا بتعملوها تصلوا على النبي. بألف هنا.